خلصنا جزء كبير خلاص من الاسئله الصعبه، فاضل سؤالين سهلين جدا. هل في تنسيق مع المنتخب الثاني؟ والله احنا بنتابع. بس انت دلوقتي الكابتن بنحط اختيارات، بنحط مثلا 50 لاعب في القرار الوزاري. لما بنيجي بنختار طبعا بعنايه. ممكن اي حد في مصر منتخب تاني، لا في الدوري، ان اي حد زي ما قلت لحضرتك هنشوفه ان هو ممكن يمثل المنتخب الاول هنجيبه على طول. لان انت بتحتاج انك تعمل فريق قوي، محتاج كل لعيب كويس، محتاج كل واحد يشب شويه. لكن احنا شايفين اللي احنا انت بتشوفنا في كل الماتشات، بنروح كل الماتشات بنتابع. احنا ساعات بنتفرج على ماتشات بنبقى زعلانين، مش شايفين حاجه، مش شايفين لاعب كويس. مين يا كابتن اللي توشوشه في ودنه كده تقول له ايه؟ متابعك. يعني يبقى في رايي انا، وطبعا مش انا بس، يعني زلاكا، قطه، صلاح محسن، الناس دي يعني تحت المنظار مع الكابتن حسام والجهاز. يعني الكابتن حسام، احنا بنمثل جهاز بقياده الكابتن حسام، فاحنا بنقعد. هو يعني الكابتن حسام الناس ما تعرفوش ديمقراطي جدا جدا. يعني بياخد رايه، وبياخد راي عبد الواحد، وياخد راي كابتن ابراهيم، وياخد راي سعفان، عشان نطلع بحاجه فعلا تبقى صح. طموحكم ايه في كاس العالم؟ بلا حدود. يعني عايزين نعمل نتائج كويسه مش اقل من المغرب، عايزين نعمل حاجه كويسه فعلا تليق بالمنتخب المصري. انت رحت بالاحلام اللي بعيده يا كابتن. لا كاس والله. الامم هنجيبه، وعايزين ما قلتش. انا بقول نعمل زي المغرب. طموحاتنا ان احنا نجيب احنا رايحين ليه؟ احنا طموحاتنا نجيب كاس الامم. احنا مؤهلين لكده. احنا عندنا منتخب قوي. عندنا منتخب قوي ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انا يعني طموحي كده. انا مش يعني مش هروح امثل بس منتخب مصر راح كاس العالم ومشي. رحنا افريقيا صح. لكن بنجتهد ان شاء الله. وكل ده بيرجع ليه؟ للمسانده من الشعب المصري، للاعلام، لكل الناس اللي بتحب مصر. صح. توفيق يا كابتن ان شاء الله. حبيبي يا كابتن سيد. بشكر حضرتك. ربنا يخليك. خلصنا حلقتنا النهارده مع الكابتن طارق سليمان، واحد من الشخصيات اللي بنكن لها كل احترام، اتمنى له يا رب كل التوفيق، وكابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن وليد بدر ومحمد مراد والمجموعه كلها، الجهاز الفني الكامل لمنتخبنا الوطني، اتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله باذن الله اشوف حضراتكم على الف خير.